نتعرف على مكنه من المعرض. احنا معانا اول حاجه المكنه من سينفينج دي تعتبر ماركه عالميه. طبعا ميزه سينفينج ان هي كتأثير طبعا فوق المدارس براند عالمي، جوده عاليه جدا. احنا دلوقتي هنتعرف على امكانيات المكنه ونشوف عامله ازاي. مبدئيا يا جماعه احنا معانا المكنه فيها تغطيه كامله للميكانيكا. طبعا ده بيمنع معانا ان هي تبقى على المكنه عندي تبقى عليها. تاني حاجه حمايه ليك للليزر، بحيث ان الليزر لو بالخطا او اي حاجه جيت لمسته ما يعملش اي مشكله معاك. المكنه عليها كنترول ار دي، الكنترول ده عاود الرسمه زي ما احنا شايفين. المكنه من سيمسونج، مكنه محترمه جدا. بص البروفايل بتاع المكنه عامل ازاي، البامب نفسه بتاع المكنه، بص التقفيل المكنه عامل ازاي. المساعدين، الباب عندك سويتش حمايه، تمام. الميكانيكا كلها متغطيه عندي، على فكره الميكانيكا كلها لينير جايد من جوه، بس طبعا هي متقفله. ممكن تبص على الهيد بتاعها. بص الميكانيكا عندي لينير جايد زي ما انت شايف، طبعا من افضل انواع الميكانيكا اللي هو اللينير جايد بتاعي. وعندي الهيد اهو عليه التبريد، عليه خرطومين تبريد زي ما انت شايف، وريد لاين زي ما انتم شايفين برضو. المكنه عندي الطبليه بتاعتها معاها عش نحل، ومعاها اب وداون، معاها سياخ، وفي نفس الوقت هي الطبليه اب وداون، يعني الطبليه بتنزل معاك. اقدر اظبط بيها الفوكس بتاع المكنه، اقدر من غير ان انا افك العدسه نفسها او افك الليزر نفسه، واقدر اظبط الاوتو فوكس، اظبط الهيد بتاعها، واظبط البعد البؤري بتاع العدسه بدون اي حاجه خالص، بكل سهوله. مجرد ان انا اعمل اب وداون للطبليه. ممكن نشوف الطبليه هتتحرك ازاي. بص الطبليه عندي ايه نزلت، وطلع التاني ايه. طبعا زي ما بقول لك كده احنا نقدر نظبط الاوتو فوكس بتاعنا اوتوماتيك من خلال الطبليه، من غير ما انا افك السورس بتاع الليزر نفسه ولا اجي جنبه نهائي. المكنه دي بتبقى معاها عدسه 63. طبعا ال 63 بتتميز عندي عن ال 58 ان هو كقطع بقدر اخد منها قطع 12 مللي، 15 مللي، 16 مللي، قطع نضيف جدا جدا جدا. يعني انا بصراحه شايف المكنه فوق الممتازه، وانا بعتمد جدا على المكن اللي هو البراند اللي هو يعتبر يعني موثوق فيه. باخد مكنه من شركه عالميه، باخد ضمان هنا في شركه سيمبلكس، خدمه ما بعد البيع. طبعا بص البروفايل نفسه بتاع المكنه عامل ازاي. هنا زي ما انتم شايفين ان الشيلر عندي 5200، وده طبعا تبريد فريون، ومعانا ترومبا، ومعاها الشفاط بتاعها. المكنه فوق ممتازه، وان شاء الله يعني مبروك اللي ياخد المكنه ان شاء الله. شكرا، وكان معكم احمد مراد. السلام عليكم، معكم احمد مراد. احنا يا جماعه النهارده اهو في جناح اسيا في معرض ماكتك. زي ما انتم شايفين كده في مكنه ليزر سي او 2. المكنه طبعا البروفايل بتاعها رائع جدا وجذاب. برضه انا عجبني تقفيلها قوي. تعال نبص كده على مكونات المكنه عامله ازاي. اول حاجه طبعا عندي الكنترول بتاعي ار دي، عارض الرسمه. المكنه زي ما انت شايف كده. اولا طبعا الميكانيكا بتاعتها لينير جايد. هو عامل حمايه على للليزر. الحمايه دي على الهيد زي ما انتم شايفين كده. طبعا المنظر اللي عامل المكنه رهيب. وطبعا انا بيحب جدا فكره ان التقفيل، لان التقفيل طبعا بيدل على الجوده بتاعت التصنيع. المكنه برضو معاها شرر 5200 زي ما انتم شايفين كده. المكنه فيها درج اهو عشان الفضلات اللي باقيه من المكنه.
ده الدرج ده الفضلات بتاعتها. اللون الابيض مع الاضاءه البيضاء طبعا مدي رونق حلو جدا للمكنه. ده شكل المكنه اهو من الظهر. زي ما انتم شايفين. المكنه بتقدمها شركه اسيا. طبعا المكنه واضح جدا ان هي مكنه مستورده، والتقفيل بتاعها طبعا ممتاز جدا. بص البروفايل نفسه بتاع المكنه عامل ازاي. انا طبعا يعني اما اجي اتكلم عن المكنه لازم اقول الميكانيكا عامله ازاي، المواتير بتاعتها. طبعا انا شايف الشغل بتاعها نضيف جدا جدا، بس انا شايف ان ممكن تكون الحمايه دي زياده عن اللزوم على الهيد ايه، وعلى المرايات. يعني ممكن تعوق في تنظيف المرايات، بس طبعا هي ممكن تتفك عادي وتنضف. بس هو عايز يضمن ان مسار الليزر بالكامل داخل جوه المكان. لما تيجي تظبط الليزر تظبط عليها بحيث ان انت ما تلزقش ورق على العدسه او المرايه، فبالتالي تحتاج تنظيف بمواد كيماويه حاميه شويه. المكنه حلوه قوي صراحه، وعجبني شكلها وعجبني تقفيلها جدا. السلام عليكم، معكم محمد مراد. يا جماعه احنا في معرض ماك تك. النهارده معانا مكنه عمر. المكنه زي ما انتم شايفينها هي تقفيل مستورد، والمكنه السنه دي نازله معاها اوبشن جديد. المكنه معاها كاميرا. الكاميرا عندي وظيفتها ان هي بتقطع على اشكال زي ما انتم شايفين كده. الاشكال دي تبقى معمول لها برنت، وبيبدا ان هو يقطع. الكاميرا بتشوف الشكل بتاعي وتقدر تعمل له سيلكت كده للشكل، وبالتالي بتقدر تعمل عليه فريم وتقدر تقطع الشكل بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكاميرا معاها كشاف اضاءه بحيث ان هي تحسن الضوء للكاميرا وتبين الصوره كويس جدا. هو كل الفكره هنا ان هو بيعيد بس رسم اللاين اللي موجود على الشكل بحيث ان هو تبقى هي دي اللاين اللي ايه، لاين القطع. المكنه دي مستورده بالكامل. الكنترول بتاعها ار دي. طبعا الكنترول ده بيبقى عرض للرسمه. الميكانيكا عندي لينير جايد، وزي ما انتم شايفينها كده. اوكي ماشي. انت هو ابتدى ان هو رسمه جاهزه وهيعمل سند للتصميم وايه وتشغيل. مبدئيا هو طبعا قدر يعمل فريمات للشكل. هو كده بيقطع بس الفريمات. كنت عايزك تجيب الداخلي برضه. الدخان ده بس عشان الشفاط مش شغال طبعا عشان المعرض. زي ما انتم شايفين المكنه اهي. الكاميرا زي ما انتم شايفين بتشوف الشكل وبتبدا تعمل سند للشكل بتاعي وبتعمل لاين عليه، واللاين ده هو اللي هيبدا يقطع. دي هي كل فكره التقطيع بالكاميرا. بتحدد السحابه نفسها ولا هو اللي بيحددها؟ اوكي. في هنا كاميرا وفي ايمج بروسيسور اصلا.
نعم. في مش بروسيسنج هنا عندك بيحدد لك السحابه نفسها، ولا انت اللي بتحدد له كل حاجه؟ لا هو اللي بيحط لنا عشان خاطر المفروض يبقى الكاليبريشن على اللقطه. بس ليه بيعمل الشوت كامل؟ بص هو طبعا عشان بس القماش مش مظبوط قوي، بس هي دي الفكره العامه بتاعت المكنه يعني. كنت دخلت هنا قدام شويه يا محمد، الدنيا حلوه. خليك قدام كده في الايه. المعدن والبلاستيك ما تخافش من مش حاجات تاني. طبعا هو بيعمل هنا اعاده قرايه للشكل بالجديد، وبعد كده هيبدا هيرسم اللاينز بتاعتنا. البرنامج بيعملها اوتوماتيك، هو بيحدد الفريم بتاع الشكل. لحظة يلا اوكي كده يا محمد. بص المكنة اهي، بص التقطيع اهو مجرد هو شاف الرسمة بتاعتنا. طبعا العملية دي بتفيد قوي بتتعمل ستيكر او حاجة زي كده. طبعا كل ما تظبط القماش معاه كل ما يكون القطع مظبوط. شكرا. السلام عليكم، معكم احمد مراد. احنا النهارده يا جماعه في شركه سيلوتيب سيتا. زي ما انتم شايفين دي مكنه ليزر مساحه 100 في 160. المكنه زي ما انتم شايفين كده، هي المكنه ممتازه جدا. الشاسيه بتاعها تصنيع محلي، لكن صراحه الجوده بتاعتها تحس ان هي جوده مستورده. زي ما انتم شايفين كده المكنه عامله ازاي. هي المكنه هنا هيد واحد، لا وما شاء الله يعني الشاسيه تقفيله حلو جدا. الميكانيكا بتاعتها يومنج زي ما انتم شايفين. الكنترول بتاعها ارضي عارض الرسمه. وزي ما انتم شايفين المكنه ممتازه جدا في التقفيل بتاعها. وده عجينه للقط. المكنه ممتازه جدا كتقفيل محلي، هي تحس ان هي تقفيل مستورد. وتعالى نشوف الكنترول بتاعها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده ده الباور سورس بتاع الليزر، وعندي 2 درايف اهوت، والكنترول بتاعنا ار دي زي ما احنا اتفقنا. لوحه الكنترول ار دي، وطبعا انا شايف 2 باور، واحد بيغذي الدرايفات والتاني بيغذي الكنترول. ما شاء الله المكنه كتقفيل وكشاسيه. طبعا انا حكم الاول والاخير عندي على مكنه الليزر هو الشاسيه. عندي الشاسيه تحس ان هو تقفيل مستورد، مش تقفيل مصري. وفعلا المكنه مصريه مش تقفيل مستورد. وزي ما انتم شايفين الجوده، وحتى جوده القطع بتاعتها عامله ازاي. ما شاء الله المكنه يعني حتى انا سالت على سعرها لقيت ان سعرها حلو جدا. التقطيع بتاعها سلس وجميل. وافتكر هي المكنه واحد هيد، بس ممكن الشركه يعني تنفذها 2 هيد مفيش مشاكل، لان انت عندك شاسيه كبير ممكن يتحط فيه 2 تيوب وقلمين مفيش اي مشكله خالص. سوري انا اسف. معانا فريزة من شركة أحمار. زي ما انتم شايفين الفريزة دي عليها كنترول ماك 3. الفريزة دي عليها سبند 30,000 لفة الأوت بريم بتاعها. زي ما انتم شايفين شغلها. الفريزة دي بتغير بونط. طبعا تصميمها ممتاز جدا وحجمها ممتاز.
والسبند اللي عليها طبعا تغيير البولب ده فوق ممتاز جدا يعني. السلام عليكم، معكم محمد مراد. احنا النهارده يا جماعه في شركه اعمار. زي ما انتم شايفين الشركه مقدمه مكنه فريزه. المكنه دي 5 محاور. المكنه مبدئيا عليها شاشه تاتش كنترول ماكس 3. زي ما انتم شايفين المكنه زي ما انتم شايفين عليها سبند الار بي ام بتاعته 60,000 لفه. النهارده معايا طبعا تشينج تولز بتغير البولب زي ما انتم شايفين. طبعا المكنه ممتازه جدا جدا جدا. تقفيلها ممتاز. هنبعت معاك زي ما انتم شايفين كده اهو وادي الكنترول بتاعها. وده شغل المكنه نفسها اهو، ده بيعمل عمليه تبريد. وادي الخوط بيبدا معانا. لا ما انا سايبه براحته يعني.